السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله احسن الاحوال يا رب. اليوم بغيت نشارك معكم هاد السلطه اللي كتجي صحيه وكتجي زوينه بزاف بزاف. تقدروا توجدوها غير بوحدها في العشاء او الغداء اللي عجبكم. كتكون متكامله وفيها كاع داكشي اللي كتحتاجوه النهار كامل. هنا بغيت نقول لكم فضلا وليس امرا، الى اول مره كتشوفوا قناتي فاشتركوا عندي فضلا وليس امرا. ما تنسونيش من لايك وشي تعليق يكون زوين باش هكا انا تانا نكمل ان شاء الله الف عام قريب يا رب، وتتفاعل قناتي يا رب. هنا نبداو بالمقادير. غادي ناخد لي بات اللي كتكون على هكا، اللي كتكون على هذا الشكل الصبع، وغادي ناخد جوج زلايف. نتوما ديروا القياس اللي مناسب ليكم. انا درت جوج زلايف فتبارك الله خرجت لي كميه مزيانه. صافي كنسلقوها بشويه الماء الملحه وشويه الزيت ورق سيدنا موسى. كلشي عارفين الطريقه، انا غير بغيت نقول لكم. وهنا غادي ناخد جوج مطيشات كبار، واحد الخياره وواحد البصله. غادي نقطعهم بشكل طولي هكا كما كتشوفوا. وبالنسبه للخضره ديروا نتوما شنو كتفضلوا ديروه. صافي غادي نقطع الخيار حتى هو. الخيار ما كنحيدش القلب ديالو كنخليه. صافي غادي نقطعهم على شكل طولي. البصله الا ما بغيتوش ديروها فتقدروا ما ديروهاش، ولكن راه كتجي زوينه بزاف في هاد السلطه. كنعتذر ولدي مبغاش يسكت يخليني نسجل، ما عندي ما ندير. صافي غادي نقطع البصله حتى هي تكون بشكل طولي، تكون رقيقه بزاف بزاف باش كتجي بنينه في هاد السلطه. صافي هنا من بعد ما قطعت الخضره ديالي كامله كنكون ديجا دايره خيزو كيتسلق نص سلقه هو واللوبيا. درت غير كميه قليله، وكندير حتى القرعه مبخره بعض المرات بشكل طولي حتى هي كتجي زوينه. غير دابا مبقاش لي الوقت، داكشي علاش ما درتهاش. اكتفيت غير بهذا الشيء ساهل دغيا دغيا درتو. وخديت واحد الخصه اللي كنغسلها مزيان مزيان بالخل وشويه الملحه باش كيتحيدوا من هذوك الحشرات كاملين اللي كيكونوا فيها. صافي وغادي نقطعو حتى هو بشكل طولي. الخص حتى هو كيجي بنين بزاف بزاف. صافي خديت كميه مزيانه، يعني واحد الخصه اللي تكون كبيره حيت هاد السلطه كتبغي الخص. صافي غادي نقطعو حتى هو بشكل طولي هكا كما كتشوفوا في الفيديو. هاد السلطه كيجي فيها الدان تفيمي، كيجي فيها الفرماج احمر، بزاف الحاجات كيجيو فيها. انا عطيتها لكم يعني بمقادير بسيطه وصافي. صافي غنقطع داك الخص ديالي حتى هو وغادي نزيدو على هذيك السلطه. هنا غادي ناخد اللوبيا وخيزو كنكون سقطرتهم وكيكونوا بردوا كنديرهم باردين. صافي وغادي نزيدهم على ديك السلطه حتى هما. وصافي لي بات هي كنكونوا سقطرناها من قبل وخاصها حتى هي تكون بارده، وكنزيدوها على هذيك السلطه على ديك الخضره ديالي. هنا المكون اللي كيخليها تجي بنينه بزاف هو هذا الحمص. كنشري من عند هذاك اللي كيبيعوه في الزنقه، يعني مسلوق طايب، داك اللي كيكون بالملحه والكمون. صافي وغادي نزيد عليه القزبر والمعدنوس، وغادي تزيدوا اي طون نتوما كتفضلوه. انا زدت هذا، حيدت ليه شويه ديال الزيت ديالو. صافي وغادي نزيدو حتى هو على ديك السلطه. وبالنسبه للطون كيبقى اختياري، بغيتو ديروا داند فيمي بلاصتو فتقدروا، بغيتو ديروهم بجوج فتقدروا. كيبقى لكم الاختيار. بلاصه مايونيز انا ما بغيتش ندير مايونيز حيت ماشي صحي، مولفه كنديرو في الدار. غير دابا مبقاش ليا داكشي علاش غادي نستعمل غير دانون مسوس. حتى دانون مسوس كيعطي نفس المذاق ديال المايونيز، غير جربوه وغادي يعجبكم. بغيتو ديروا جوج من الافضل، انا درت غير واحد. داكشي كيبقى يعني على حسب الرغبه ديالكم، بغيتو تكثروا ديروا جوج. صافي وكان عندي شويه ديال الزيتون كحل حتى هو زدتو مع ديك السلطه كيعطيها بنه. وصافي غادي ناخذ شويه ديال الملحه كتبقى على حسب الذوق ديروا نتوما وحسب الذوق ديالكم. درت انا غير شويه راس المعلقه حيت عندنا الطون مالح وديجا الحمص حتى هو مالح والزيتون. صافي درت غير شويه وغادي ناخذ
شويه ديال البزار، غير شويه صافي. وغادي نخلط كلشي. انا هنا راني نسيت ما درتش الحامض، فغادي نضيفه في المرحله الجايه. الحامض هاد السلطه كتبغي الحامض بزاف، كتجي بنينه. الا لاحظتوا انا ما درت لا زيت زيتون لا والو في هاد السلطه، حيت ديجا طون فيه الزيت، داكشي علاش. عرفتوا كتجي بنينه بزاف بزاف، وما كتحتاجوا ديروا حتى شي طبق اخر معاها. فيها كلشي، فيها الخضره، فيها كلشي يعني. كاع داكشي اللي غتحتاجوا الذات ديالكم كاين فيها. صافي غادي نزيد واحد، غادي ناخذ واحد النص حامضه هو اللي كان عندي فزدته. نديرو فيها الحامض كيجي بنين بزاف بزاف. صافي من بعد ما زدت ديك الحامضه غادي نعاود نخلطها المره الثانيه، وعاد غادي ندوقها معاكم ان شاء الله. صافي خلطتها مزيان، شوفوا ما شاء الله كتجي عامره وكتجي بنينه، كتجي عامره يعني بالطون والحماص والخضره، كتجي بنينه بزاف بزاف. صافي دابا غادي نحط معاكم شويه، وانا اكيده الا جربتوا هاد السلطه غتعجبكم بزاف. وكنتمنى تعذروني هاد الايام ما غاديش نحط لكم فيديوهات بزاف، حيت عندي واحد المفاجاه لكم ان شاء الله عما قريب يا رب، ما بقاش بزاف. داكشي علاش غادي ننزل لكم غير شي 2 فيديوهات في هذا الاسبوع ولا 3، ومن بعد غنحبس واحد يومين وعاد نحط لكم الفيديو اللي كنت كنخدم عليه من شحال هادي. والحمد لله تحقق بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى. شوفوا هنا ما شاء الله جات عامره وبنينه، فكنتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعليق كيف جاتكم. وما تنسونيش من لي لايك ديالكم وشي تعليق يكون زوين. وفضلا وليس امرا اذا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي فاشتركوا عندي وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد.